السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اللي قلوبكم صافية وجميلة ومتهنية. النهاردة بقى معانا دكر بط كده من العيار التقيل زي العسل، نضف زي الورد اهو وجميل. وكمان هنعمل له دلوقتي حاجة، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا كده حلة عملاقة فيها مية زي ما انتوا شايفين، هنحط فيها كوباية من الملح، ده اسمه محلول نقع، وكوباية من السكر. ايوه، وهنحط كمان ورق لوري معايا. الورق اللوري دوت حلو قوي، بيمنع الزفارة، ما بيخليش للطيور زفارة. وهنحط هنا معانا حبهان، وهنقلب بقى الخليط ده كده مع بعض بإذن الله. وهنحط فيه دكر البط، يتنقع فيه ساعة ساعتين لو انت مش مستعجلة عليه، عشان ينزل اي حاجة فيه وهيبقى زي الورد. هنروح حبايبي بقى على البوتاجاز. هتعملي ايه يا ست الدار؟ هنعمل بقى، انتوا هتشوفوا بنفسكم وهتعرفوا. حطينا هنا شوية سمنة بلدي كده في الطاسة، وهنا بصلية كده حلوة خرطتها، وهديها كده تقليبة لغاية اما تدبل على النار. وهنشوف هنعمل ايه تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. حطينا كده بقى شوية ملح على البصل، الملح بيساعد على التتبيل بسرعة بتاع البصل. اهي معانا بتدبل يعني البصلاية. هنحط ايه تاني يا عسل؟ شوية الرز بقى اللي احنا غسلناهم بقى وصفيناهم. انت كده عرفتي انا هعمل ايه. هحشي الدكر البط معايا، هقلب بقى كده مع بعض. يا سلام يا سلام. طبعا الفلفل الاسمر اهم حاجة، الفلفل الاسمر، وزودتلك شوية زبدة بلدي كمان زي العسل. لازم تحطي مقدار الزبدة البلدي او الادام اللي انت هتعملي بيه، عشان يدي الحاجة طعم وتبقى زي العسل كده. حبايبي بقى شوحتها حلو، واجيب كوباية صغننة كده من المية اسقسق بيها الرز عشان يبقى ايه، نص سوا. قلبت كده تاني حبايبي، وهغطيه وهسيبه يشرب شوية مع نفسه. عسل. متنسيش اللايك فضلا وليس امرا. هنا حبايبي معايا فرخة متقسمة 8 قطع، هعملها برضو كده في صينية مع بعضها، يعني مش هحط فيها نقطة مية. طبعا انتوا شفتوا في فيديوهاتي كتير الطريقة دي، انا معتمدها عندي في قلب الصواني اللي بعملها بتاعت الفراخ. قطعنا البصلة بتاعتنا اهي زي العسل، وهنحط بقى ايه حبايبي، شوية فلفل اسمر وشوية ملح. ايوه، وهندعك بقى ايه، فصين حبهان اهو. ولازم تدعكي بايدك حلو قوي البصل ده عشان ينزل ميه. وهنحط ورق لوري طبعا عشان الزفاره، لان انت بتعملي فراخ. وهدعك كده البصليه حلو، وهجيب بقى الفرخه اللي انا غسلاها حلو زي الفل، احطها كده في قلب الصينيه، وادخل كده البصل ادعكه مع بعض عشان حته اللحمه تشرب من البصل ومن التوابل اللي احنا حطيناها زي العسل. هنجيب ايه، هنجيب بقى شويه زبده، معلقه كده زي ما انتوا شايفين كده، وهنغطيها بالورق الالومنيوم دوت، ونحكم كده الغلق بتاعها عشان البخار تستوي منها فيها، ما تحتاجيش ان انت تحطي لها ندعه ميه حتى. لا اما تحطيها بقى في الفرن، لا اما تحطيها على البوتاجاز من فوق. جينا بقى للدكر العسل بتاعنا ده اللي يتاكل كده وهو ني. الرز بتاعنا برد اهو. هنعمل ايه، هنقعد بقى نحشيه كده ونملاه الرز ده، تبقى حشوة طعمها زي العسل. ويلا بقى بينا نعمل له عملية جراحية بالخلة بتاعتنا دي، ونقفله كله من كل حتة عشان ما يطلعش ايه رزاية بره. كده خلصناه حبايبي. وهنجيب السكينة الرفنوعة دي، نقعد كده نديله فتحات في الصدر وفي الظهر، بيساعده على السوا على طول. وما تنسيش اللايك فضلا وليس امرا. الله الله الله، ده احنا كمان معانا التسبيكه بتاعه المحشي. امال ايه، جهزناها اهو بالبصل وبالطماطم السبكت، حطينا عليها الخضره الجميله دي، وكتري الخضره زي ما انت عايزه، تدي برضو بتبقى حاجه مغذيه كده وحاجه مفيده. وغسلنا الرز بتاعنا وحطيناه، وهنبدا نحشي مع بعض.
هتحشي ايه يا ست الدار؟ هقول لكم اهو. حطينا الملح على الرز وهنحط الفلفل الاسمر، ولازم تدعكي بقى ايه الخليط كله مع بعض. وحطينا كمان مكعب مرق الدجاج، بيدي طعم وما كترش منه، بس بيدي طعم للاكل وجميل جدا. هقلب بقى تقليبه حلوه كده تدخل كله مع بعض. جبنا بقى البتنجان العسل ابو خدين دوت، والبتنجان الابيض والاسمر، وهنعمل حلة محشي بتنجان. طبعا بقى حبايبي وبناتي اللي لسه مقبلين على الجواز، ما تيجي تحشي البتنجانية احشي نصها بس، اوعي تمليها كلها عشان ما تفضيش رز في الحل. بصي ودك كده البتنجانية باي صبع صغنن عندك. عسل. الف هنا وشفا يا رب. بسم الله ما شاء الله. وادي السرعة اشتغلت بقى، وهنقعد نحشي ونخلص في ساعتها بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا الحلة الجميلة بتاعتي دي، اما يكون عندي حاجة كبيرة يعني عزومة كبيرة لازم استخدم الحلة دي. حطينا فيها سمنة بلدي، خليناها سخنة قوي. حطيت ذكر البط، لازم تديله صدمة، حتى الفراخ لما تديها صدمة كده بتبقى حلوة. ذكر البط والطيور كلها هنقعد كده نقلب فيها على الجناب كلها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ألف هنا وشوف على اللي بيتفرج وعلى اللي بياكل وعلى اللي هيدي لايك وعلى اللي هيشترك في قناة التلفزيون. هنا حبايبي اهو بصوا بديله كده ايه صدمة من الجناب كلها. خد تحميرة حلوة اهي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معاكي ايه في الدار؟ معايا طبعا البصلاية الأساسية بتاعتي بالفلفل الأسمر وشوية الملح وشوية البهارات لو عايزة تحطي، بس أنا معظم كتير بحط لها فلفل أسود وملح بس. دعكت كده ايه البصل بيها، تدي طعم وريحة جميلة أوي أوي أوي. جربيها ومش هتندمي. حطينا طبعا ورقتين كده لوري عشان الزفارة وكده. حبايبي بقى خد صدمة حلوة معايا، وكنت غلياله مية طبعا على البوتاجاز. لازم تحطي مية مغلية للطيور لما تيجي تديها صدمة. حطينا اهي المية وبقى زي العسل. ألف هنا وشفا. وهنغطيه بقى ياخد ويدي مع بعضه بشكل ودي لغاية اما يستوي. حاضر، ما تنسوش اللايك. هنا حلة بقى اهو خلصنا فيها البتنجان وخلصنا الفلفل كده الاخضر على الوش، بيديله ريحة وطعم حلو. اللهم صل على النبي. خلصنا الفراخ العسل اللي في صينية محتاجتش نقطة مية، وحمرنا ذكر البط اهو، وحطينا المحشي، وواخدين الاكل ده للزيارة كده حلوة تستاهل بقهم يا رب. بألف هنا وشفا على اللي بيتفرج. متنسيش اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك في قناة ست الدار. اشوف وشكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.